السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا طلعنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن موضوع زيزو، كل واحد قال رأيه في الموضوع. وفات أسبوع بالظبط احنا مصورين الحد اللي فات. الحمد لله الأسبوع ده كان كفيل إن هو ينهي المسلسل تحت أنغام أغنية ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا إندال بامتياز. النهارده هنتكلم عن موضوع زيزو بعد ما المسلسل انتهى. زيزو بقى خلاص لاعب في الاهلي. انا عارف ان انت فيك حالة غضب كبيرة جدا من يوم الموضوع ده، ما بقتش وانا عارف الموضوع بالنسبه لي مقل شويه غير بيوم جمعه يعني فاهم شويه اللي هو انا بسيطه الصراحه وما زلت متضايق يعني قوي بس انا مقل هسيب سنه لك يعني. المساحة كبيرة جدا عشان تفرغ هذه طاقة الغضب، لان الغضب الساطع اعتقد انه هيبقى آتي منك. وانا كل ايمان الغضب الساطع آتي سأمر على الاحزان. لا انت اتفضل. ابدا انت. لا 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 لا، انت اللي انت هتبدا، انا اللي قايل المقدمه. لا، انت اللي هتبدا وتقول. اصل انا اتكلم براحتك يا باشا، الدنيا اتكلم مسحتي بقى. براحتك، اتكلم براحتك تماما. طيب انا يعني الموضوع خلص خلاص وراح. انا في نقطه واحده بس هتكلم عنها يعني حرفيا نقطه، هي اكتر نقطه بتستفزني يعني بجد بتستفزني جدا واكتر كلمه بتضايقني. كلمة إحنا في عصر الاحتراف، كلمة في منتهى يعني القرف والرخامة والغلط وكل حاجة. ليه؟ بتفكرني بنفس مقولة بالظبط كده الإيه؟ يجي كده يقول لك كده كان فترة كده انتشرت وما زالت يعني اوبن مايندد. مش يقول لك إيه؟ احنا اوبن مايندد. طب ايه اوبن مايندد بقى؟ مفهومنا عن الاوبن مايندد يعني خلاص يعني ننزل انا وانت دلوقتي نقلع عمالة تحت في الشارع ونمشي فاهم؟ ده الاوبن مايندد. الاوبن مايندد ان احنا لا مالناش علاقه باعراف المجتمع ولا معتقدات، واحنا ناس احنا ما نعرفش الكلام ده خالص. احنا ننزل ولا ما فيش اي ضوابط ده الاوبن تحكمنا. مايند الكروي بقى. بالظبط بقى. انا عايزك انا ليه بقول كلمه لانها كلمه بتضايقني جدا. كلمه اوبن مايندد يعني حاجه معموله عشان انا وشريف مثلا او انا واي حد في الدنيا ان احنا نبقى ناس بنبقى منفتحه، ناس متفتحه. يعني انا بسمع رايك، مفيش واحد اخد باور من المجتمع عشان يفرض سيطرته عليك او يقول كلمه ليك عليك فاهم. لا مفيش حد اخد الباور ده خلاص. احنا الاثنين بنتكلم في منطقه واحده عشان منفتحين ان احنا بنشير الحياه مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنتناقش مع بعض، وفي الاخر بنوصل لحاجه ان احنا في يعني مشاركه فاهم في الحياه عامه. دي كلمه الايه؟ الاوبن مايند. انا هاخد من نفس النقطه دي اللي هي نفس الكلمه اللي بتنرفزني. الناس اوبن مايند بتاخدها بزاويه ثانيه اللي هي زاويه لا احنا هناخد احنا الناس بيعملوا كده عشان يستريحوا، عشان مثلا الناس تشارك الحياه وتستريح. انما احنا هنا في مصر بقى اخدناها السكه الثانيه. طيب نفس القصه برضه بالظبط زمن الاحتراف. كلمه الزمن الاحتراف نخش بقى على الكوره بقى. هو زمن الاحتراف يقول لك واحد يجي يقول لك يطلع في البرنامج الرياضي يقول لك مش ابراهيم فايق بقى واي حد مش يطلع يقول لك احنا خلاص احنا في عصر الاحتراف بقى فعادي جدا ان اللعيب ايه المشكله يعني. جماعه هو عصر الاحتراف ده يعني سؤال بس، هو عصر الاحتراف ده معناه ان اللعيب بس ان هو يبقى راجل بس يروح من نادي لنادي ما يبصش غير للماده فقط لا غير، ولا وات ايفر بقى يبص لاي حاجه؟ المهم يعني اللعيب ينتقل من نادي لنادي وخلاص. هو دي كده كده الاحتراف في نظركم؟ الاحتراف في نظركم كده مش الاحتراف مثلا ان انت ما ينفعش مفيش حاجه اسمها كوبري يعني مفيش حاجه اسمها نادي يروح يودي نادي تاني ويروح يجيبك كوبري وبتطلع وبتتقال على الهواء ومن مجالس ادارات معينه لا، بتطلع. والاحتراف معلش اقاطع في دي. وبرضه انك تجيب عقد زي ما محمد عبد الوهاب طلع قال لك ايمانويل امونيكي في 94 كان جامد قوي فجبنا له عقد بره عشان يسافر، هو ده برضه مش احتراف. مو ده كده عصر احتراف يعني فاهم. ده بره لما واحد بيتكلم مع واحد مش في عقده بيتعاقب السيتي وغيره عليهم عقوبات. ما علينا مش هنتكلم في القصص بتاعت بره دي لان اصلا احنا مش ولا 100 سنه ضوئيه احنا عشان بنلعب الفلوس. رياضه تانية. اه ماشي لكن يقول لك احنا في عصر احتراف. طب جميل جدا الكلمه حلوه قوي جميله. عصر احتراف ده انت معتمد على محبين النادي الاهلي ومحبين نادي الزمالك. هو ده عصر احتراف؟ ده عصر احتراف ايه ده؟
ده ايه العصر الاحتراف؟ وعصر احتراف ما عندكش قانون لعب مالي نظيف، ولا تعرف مداخل الانديه دي منين، ولا تعرف الفلوس اللي ده عصر بتصرف منين. احتراف، فاهم؟ عصر احتراف ان يقوم الشخص المحب لكره القدم يجي يقوم الصبح انا هصرف، تاني يوم لا انا مش وعصر احتراف ما عندكش وعندك في الدوري معظمه انديه شركات، انديه غير جماهيريه تماما، الانديه الجماهيريه كلها ماتت ولا تعرف عنها حاجه. وعصر احتراف عندك نادي زي الاهلي مثلا ما بيروحش يلعب ضد الاسماعيلي في الاسماعيليه، هو فاهم، بالظبط. نادي زي المصري بقى له 4-5 سنين بيلعب على ملعب واحد بالظبط. برج ده العرب. لا وعصر نكمل بس نفس السلسله. عصر احتراف ان يبقى عضو مجلس مثلا في اتحاد كوره يبقى واحد في الاهلي عادي جدا، يا واحد في الزمالك وات ايفر، مش بنتكلم دلوقتي المسميات. عصر احتراف ده كل ده عصر احتراف. عصر احتراف ان انت تعمل توأمه مع نادي مصري، فاهم؟ تتكلم مع نادي مصري انا هديك دول وانت تديني دول، بس ما تبيعش ان لعيبتي لفلان الفلاني. ده كده عصر احتراف. فانا مش عارف هو عصر احتراف معمول عشان النادي الاهلي يعني، هو ده عصر الاحتراف في نظرهم يعني، نظرهم عصر الاحتراف او احنا في زمن الاحتراف عشان اللعيب يروح من نادي الزمالك يروح لا وات ايفر ده كده يبقى انت عزلت بقى مبدأ. ولو كان انت كده عزلت بقى، انت كده راجل ماشي بسيستم. لو كان جدد ما كناش هنبقى في عصر الاحتراف. انا مش فاهم بصراحه حاجه اللي هو يا جدع طب ده انت في برنامجك والناس اللي بتتكلم عندك يقول لك ده مش برنامجك. الناس من كام شهر طبقوا القانون على الزمالك وخصموا منه بنقط الماتش وخصموا منه بنقط الدوري، وانت دلوقتي الاهلي مع المفروض يتخصم منه 3 نقط لا لك هنرجعهم عادي. ما اتكلمتش خالص على عصر الاحتراف، رجعت تتكلم على عصر الاحتراف بس لما يبقى لعيب من هينتقل من الزمالك للاهلي ويعمل ضجه ولعيب من ده عصر احتراف. عصر احتراف اللي هو ما فيهوش اي مكاسب للزمالك، هو ده عصر الاحتراف اللي نظرهم، فاهم؟ فدي اكتر كلمه بتستفزني دايما، ان هي فكره ان انت ما فيش حاجه اسمها يعني دايما بتاخد الموضوع في السكه الغلط اللي هو مش اصلا غرضه، يعني مش في غرض الزمن الاحتراف ده ان انت تطبقه صح، ان انت يبقى في تنافس، ان انديه مثلا زي مثلا لو حصل لعيب راح من نادي راح لنادي تاني منافس ليه عادي جدا يروح مفيش مشكله. بس ليه؟ لان انا وانت بنتنافس، بس هيجي الجماهير هتهاجم اللعيب ده عادي، هتهاجمه وبيحصل. يعني مثلا كاي هافرتز راجل منتقل ومنتقل بفلوس من تشيلسي راح لارسنال من الزمالك انت كنت كنت هتقول من الزمالك. والله هموت يا عم. ماشي الجماهير لحد النهارده كل ما بينزل بتاع عشان وبيحتفل وهو بيغز بيحتفل وجايب جون مكسب تشيلسي تشامبيونز ليج بالظبط يعني، فاهم اللي هو يعني ما فيش كده عادي وعادي جدا وبتتم انتقالات عادي جدا من بين الانديه. بس ليه؟ لان احنا دول منظومه محترفه ودول منظومه محترفه والاثنين في حاجه اسمها كده في رياضه بتطبق، لا في انا وانت بنتنافس، مش انا وانت انت مش بتتنافس اصلا، انت مش موجود في الوجود، انا مسحك باستيكه وانت مش موجود وانا بس اللي هلعب، فاهم؟ وانا بس اللي هشتري وانا بس اللي هبقى معاه كل قائمه ايه دي اللي بتضم كل اللعيبه دي قائمه ايه دي قائمه انا ما شفتهاش في حياتي الصراحه القائمه اللي هم موجوده في الاهلي يعني قائمه ما بعد ايه ده ما فيش كده عدد ايه ده 90 واحد في كل مركز، ده ازاي يعني مفيش كده في الدنيا. فسبحان ده بس ده انا ما كنتش مش هتكلم تاني يعني انا يعني عارف انت اللي هو خلاص جبت اخري من المواضيع القايمه 35 لاعب ما هو 35 لاعب بقى و500 واحد اعاره و500 واحد في مش عارف ايه، المهم ان هم معاهم لعيبه الدوري كلها بس كده، ما فيش حد بقى بيتحرك غير بمزاجهم. انت على وفاق معايا اتفضل. هو الفكره يا احمد ان الامور زمان كانت بقى بتبقى ايه، ان انا مثلا ممكن اشتري لاعب انت يعني محتاجه وما لعبوش عندي، زي مثلا احمد حسن دروب او حسين علي زمان، انا اجيب لعيب زي ده عشان ما يروحش الزمالك. طب انا عندي في عماد متعب وفلافيو والليله دي كلها اجيبه وما يلعبش، ما تفتكرلوش اي لقطه مع الاهلي، يعني تفتكر له جون مثلا في ماتش في كاس مصر مثلا ضد الاولمبي ده، لكن اللعيبه بتروح الاهلي ما بتلمسش الكوره. عشان كده الاهلي في موسم كان بيبقى عنده في الباك رايت 5 لعيبه مثلا. دلوقتي الوضع بقى تطور بقى ايه، ان انا لا ده انا مش كده، ده انا هروح اكلم نادي عشان ما يبيعلكش لاعب. يعني انا عايز احمد رمضان بيكم من سيراميكا كليوباترا، لا ده انا هروح اكلم اعضاء سيراميكا كليوباترا اقول لهم ما تبيعولوش احمد رمضان بيكم لان انا مش هديكوا احنا زمان احتراف اعاره، مش هديلك ده اعاره وعلاقاتك بيا هتبوظ والكلام ده. لدرجه ان حتى ده انت عارف يعني انا طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن الناس ما تصدقوش، بس انا عارف ان في اعضاء في مجلس اداره الاهلي بعد ما ناصر ماهر جه الزمالك يعني كانوا غاضبين جدا على اعضاء من مجلس اداره فيوتشر، انتوا ازاي بعتوا اللعيب ده للزمالك؟
يعني معلومه بقول لك انا متاكد منها. ايوه. انا بقى حابب اتكلم على موضوع زيزو. في اول حاجه تصريحاته مع هاني حتحوت. عايز اتكلم في النقطه دي في 3 نقط، يعني في 3 مشتق او 3 سكك. يعني اول سكه، التصريحات دي اتقالت قبل الماتش بيوم، قبل ماتشنا مع ستيلن بوش بيوم. طيب هل كان طبيعي ان هاني حتحوت يطلع يذيع التصريحات دي في نفس اليوم ده ويشتت الدنيا كلها؟ أنا لا انا ولا انت، انا كواحد من الجمهور ما كنتش مركز في الماتش. الجمهور كله اللي كان رايح الملعب انا متاكد ان هو ما كانش مركز في الماتش، فطبيعي اكيد اللعيبه نازله مش مركزه في الماتش. يوم قبل الماتش بيوم هاني حتحوت طلع الصبح اتكلم، بالليل ابراهيم فايق، والصبح طلع كتب تويته قال ان زيزو رسميا في الاهلي، وبالليل طلع في برنامجه قال التفاصيل، وابراهيم عبد الجواد نفس الكلام. كل ده قبل ماتش الفريق مصري في بطوله افريقيه. طيب انتوا ليه ما تاجلوا الماتش الكلام ده يوم حتى واحد، علشان ما تشتتوش الدنيا وعلشان الناس ما تفقدش تركيزها؟ فاهم؟ وحصل حتى كان ممكن لو الكلام ده اتاجل كان ممكن زيزو يلعب الماتش عادي، ولكن خلينا نقول ان هو مختار التوقيت، هو نفسه مختار التوقيت وهو مش عايز يلعب. دي معلومه، يعني دي حاجه الناس لازم تبقى عارفاها. طيب نقطه تانية، التصريح بقى نفسه. التصريحات اللي اول حاجه قال لك الجمهور بيشتمني. هو انا دلوقتي لما يجي لعيب مثلا يبقى بقاله فتره بيأدي وحش، في ماتش بيراميدز ناس في المقصوره طلعت قالت لك روح يا زيزو، انت كده معتبر انك انت اتشتمت؟ هل ده شتيمه؟ وده هيقودنا لان احنا بنناقش عقليه اللاعبين المصريين بقت هشه جدا. ده احنا في زمن اللي حد من الجمهور بيشتم بيتعمل له بلوك من تذكرتي، بتعمل له بلوك الماتش اللي بعده. امال لو كنتوا لعبتوا زمان بقى ايام ما كانش فيه اي قيود وكان الجمهور بيقول اللي هو عايزه ومحدش بيوقف الجمهور واللعيب كان بيسمع شتيمه الجمهور ومال الاستاد في زمن ومالي الاحتراف. الاستاد واللعيب كان بيسمع شتيمه الجمهور وما يتضايقش. النهارده احنا بنشوف اللعيبه يعني بتتاثر جدا بشتيمه الجمهور بشكل مبالغ فيه. انا بشوفه انت لعيب كوره، يعني انت لعيب كوره لازم تبقى عارف ان انت ممكن حتى يا عم تطلع تلعب في اي بلد تتشتم. هو انت هيجي يوم عليك هتبقى في السماء، الناس هتشيلك على عنق وانت ويوم تاني بتاخد هتشتم عادي. في المهنه دي انت بتاخد حاجات امتيازات كبيره، ما فيش حد بيقبض الفلوس دي في اي مهنه. انا ما بتكلمش على زيزو، بتكلم عامه. فاهم؟ اي لعيب بياخد ملايين، في ناس تانية ممكن تقعد حياتها كلها ما تشوفش مليون جنيه. فانت بتاخد امتيازات لازم تتقبل السلبيات. برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، ما حدش بيأيد الشتيمة، ما حدش بيأيد ايوه. انك تخوض في عرض لعيب ولا الكلام ده، ولكن انا بوضح النقطة ان دي للأسف حاجة موجودة مش هتتغير ده مش هنا بس، ده في كل في العالم. كل العالم. لا ده إذا بره كمان اكتر. اصلا. وممكن تلاقي مثلا لويس فيجو ده اترمى عليه راس خنزير في الكامب نو لما راح من ايوه. برشلونة ريال مدريد. فهناك هي اكتر، ولكن انا بقول برضو ولسه الماتش اللي فات في واحد جماهير القطاع من الجماهير قاعد يشتم فودن وما لهمش علاقه مانشستر. فاهم يعني. لا بره طبعا الدنيا اكتر من هنا بكتير، بس انا بتكلم على نقطه ان انا برضو مش مع الشتيمه عشان ما حدش يفهم غلط، لان ما فيش حاجه تستاهل انك ايه تاخد سيئات عشانها. فدي نقطه برضو ان انا عايز اوضحها. زيزو كان بيقول الجمهور شتم، لا هو مع تعريف ان الجمهور شتمك هو اللي حصل في الماتش بتاع ستيلن بوش ده، كده تقدر تقول ان الجمهور شتمك. انما ده اللي كان بيحصل ان يطلع يا عم 90 واحد ولا 100 واحد في المدرجات يقولوا لك روح قاعدين في المقصوره تقول لي كده الجمهور شتمني؟ لا. عمري ما هنسى فضل الزمالك عليا، ده تصريح اتقال معاني هنا. دي نقطه لازم ان الكلام، يعني مش انا بقول حاجه هي مش بالكلام هي بالفعل. انت رحت الاهلي فانت كده خلاص نسيت فضل الزمالك عليك. ما تجيش تقول لي انا عمري ما انسى ده الزمالك. انت مش اوريدي فاهم. نسيت فضل الزمالك في اللحظه اللي انت ابوك قرر يقعد فيها مع مسؤولين للاهلي. فدي نقطة برضه أنا كنت حابب أتكلم فيها عشان الحاجات دي بتستفزني. ونقطة التاريخ ما بيتمحيش، يعني التاريخ ما بيتمحيش. مش أنت لعبت في الزمالك 6 سنين دي حاجة مش هتتغير، خدت مع الزمالك كذا وكذا وكذا، جبت مع الزمالك كام جون، دي حاجة مش هتتغير. ولكن آثار التاريخ ده هتتمحي، أنت كأنك ما عملتش أي حاجة من دول، لأن النادي مش هيقدم لك أي حاجة في المستقبل، الجمهور مش هيقدم لك أي حاجة في المستقبل. زي بالعكس طارق الجمهور ما ضدك. بالظبط زي طارق السعيد. طارق السعيد ده من اللعيبه اللي قدمت للزمالك كتير جدا، وخد مع الزمالك احسن لعيب في مصر وبتاع. راح لعب في الاهلي سنه ونص،
ما اضافتلوش اي حاجه، ولكن في النهايه مع عايز حسام حسن ايام ما كان ماسك الزمالك يجيبه معاه، الناس كلها رفضت ان انت مش هتدخل الزمالك تاني. فاثار التاريخ اللي هو عمله، التاريخ موجود ولعب في الزمالك السنين دي فعلا، بالظبط. ولكن الاثار بتاعت التاريخ اتمحت. فانت اثار تاريخ اتمحت، ومحدش، احنا مش عبط عشان تطلع تحط لي صوره تعملها لي تثبيت وصورتك وانت شايل السوبر الافريقي ولا وانت شايل الكونفدراليه هتضحك عليا. فاهم؟ مفيش حد. ايه اللي يعني انت عملت الناس، لي ايه؟ احنا اللعيبه دلوقتي متخيله ان الجمهور ده عبيط. اللعيبه عندها مفهوم عن الجمهور مختلف عن اللعيبه زمان، ان انا ما تشتمش الجمهور ده يضحك عليك كلمتين، لان فعلا ده بنشوف واللعيبه بتعرف تضحك على الجمهور فعلا. يقعد يبوس على راي حازم امام، يقول لك كفايه بقى يا جماعه تصدقوا بوس التيشيرتات والحاجات دي. ما تصدق حازم امام لا انت عندك مثلا لعيب زي امام عاشور، امبارح حاطط لي صوره صلاح سليم، فاهم؟ السناره بتاعت جمهور الاهلي كانوا جايبين علم عليه صلاح سليم، حاططها في الستوري بتاعته والناس مشيراها، والله برافو يا مان. ده اللعيب شتم صلاح سليم قبل كده، فاهم؟ فانا بقول لك اللعيبه بتعرف تضحك على الجمهور كويس قوي. مم. فاهم؟ انا برضو اخر نقطتين بقى. نقطه اللي هو قال لك في عضو مجلس اداره قال لي حتى لو ما جددتش ما تروحش الاهلي. طب دي عقليه؟ هو قال الجمله دي. انا شايف ان لو في عضو مجلس اداره قال لك كده ان دي مش حاجه غلط، يعني انا شايف كده ليه؟ لان هو بيقول لك حافظ على علاقتك بالنادي، يعني مش هنقدر نجدد لك، حافظ على علاقتك بالنادي، شوف لك طريق تاني تروحه، شوف لك نادي تاني تروحه غير الاهلي. انا مش شايف ان ايه اللي دي عقليه، ايه اللي فيها غلط وايه اللي في الموضوع غلط. هو مش فاهم، لازم. يعني مش فاهم، يعني هو المفروض يقول لك احنا مش هنجدد لك روح الاهلي ولا ايه؟ مفيش كلام برضو بيتقال اخر عليه. نقطة بقى واللي هي بتبين قد ايه ان انت كذاب. ان انت الستوري اللي عملتها، احنا اتكلمنا عن تصريحات بتاعت تاني هتحط الستوري اللي عملتها قبل الماتش بيوم، اللي قلت فيها انا ما مضيتش في اي حتة ولحد دلوقتي نفسي الاقي حل معاكم عشان نكمل الطريق مع بعض. طيب انت بتقول كده يا عم انا مصدقك. ابراهيم فايق بعدها بساعتين كتب تويته زيزو اهلاوي 100%. ابراهيم فايق ده صاحبك وبتطلع معاه، ما طلعتش كدبته ليه؟ لما طلع بالليل في البرنامج بتاعه قال كده، ما طلعتش كدبته ليه؟ ابراهيم عبد الجواد اما قال كده، مصر كلها اما قالت كده، ما كدبتهمش ليه؟ لان انت كذاب، انت بتحاول تكسب وقت، انت عايز انك تماطل النادي لحد يوم 1/6 لحد نهايه عقدك، علشان انت عارف ان انت الموضوع ده لو انتشر وهو خلاص انتشر، انت زي دلوقتي انت مش قادر تدخل النادي، وعارف ان انت لما تتغيب عن التمرين هيتعمل عليك عقوبات، والعقوبات دي هتخصم منك كل المستحقات اللي ليك عند النادي وباقي عقدك كله، وكمان ممكن تعمل عليك غرامات زياده. فهو عايز يماطل النادي، يوهم الناس يا جماعه انا لحد دلوقتي ما مضيتش في حته وانا نفسي اقعد في الزمالك، انا نفسي استمر في الزمالك. يفضل يماطل فينا كده لحد يوم 1/6 بعد ما عقده ينتهي وخلاص، ويجهز ياخد كل الاهلي كمان. حقوقه وياخد كل حقوقه من النادي. بعد بقى يا جماعه خلاص شكرا، انا عشان اصلا يطلع يقول لك خلاص. انا محترف، انا ولحد بلعب لحد اخر يوم دلوقتي في عقدي. هو مش محترف. انت لو محترف، كنتش تطلع قبل ماتش مهم لفريقك بيوم، فاهم؟ وتتكلم، انت كنت تبقى تركيزك في الماتش ده. لو انت محترف، انت لو محترف تبقى في الملعب لحد اخر يوم ليك في النادي، فاهم؟ ده انت لو محترف. انما انت عايز كده وفي نفس الوقت عايز تضحك علينا، يعني انت عايز ما تلعبش وفي نفس الوقت عايز تضحك علينا ان انا يا جماعه لا لسه ممكن اجدد، لدرجه ان النهارده يطلع لك اخبار ان مش عارف تواصل مع عمرو الجنايني وبيقول له انا عايز نلاقي حل وعايز اي كلام. موضوع زيزو انتهى، موضوع زيزو خلص، زيزو في الاهلي، واي كلام غير كده ملوش لازمه. وعلاقته بجمهور الزمالك انتهت، وقرار ميدو صح ان هو الراجل ده ليه كل الحقوق عندنا الاحترافيه، واحنا منتظرينه في التدريبات عندنا، ولازم تحضر بالظبط. كل تدريباتك، مش هتيجي هعمل عليك خصومات واعمل عليك غرامات. بالظبط. فلوسك كلها اللي ليك عند النادي هتخلص في ال3 شهور دول. بس ده اللي انا ايه حابب اقوله وحابب اختم بيه. موضوع زيزو خلص وموضوع زيزو انتهى، وانا شايف ان هو يعني اكثر خيانه من بن شرقي واكثر خيانه من امام، لان دي لعيبه واكثر تقريبا لعيب خامس. من غير شك. لان امام لما رجع كان عايز يرجع والنادي ما كانش فيه فلوس، وكان بيجي يروح يحضر التدريبات كل يوم وهو ما كانش ساعتها اصلا لعيب في النادي، وقال كده مع شوبير اما طلع. بن شرقي احنا عارفين اللي حصل، والكابتن احمد سليمان اللي رفض الصفقه بعد ما كان كل حاجه خلصت معاه وكانت واقفه على تذاكر الطيران، وقال لك لا ده بيضحك علينا، ده المبلغ اللي عايزه كبير، وراح جاب لك مشلاك والكلام ده.
زيزو انت اسوأ من ارتدى تيشيرت الزمالك في التاريخ، في التاريخ اسوأ من اي لعيب ارتدى تيشيرت الزمالك في التاريخ. انت اسوأ من عصام الحضري، اسوأ من معتز ديني، اسوأ من احمد حسن، اسوأ من اي لعيب اهلاوي لعب في الزمالك في يوم من الايام. بس وده كده خلصت كلامي. وفي النهايه الزمالك باقي واحنا اللي بنصنع النجوم. ان شاء بالظبط. الله النادي مكمل بدون اي الزمالك مشاكل. هو فعلا والله مش شعارات، يعني هو فعلا ملك الجماهير، يعني هو الزمالك ملك الجماهير والجمهور هو بالظبط. الرمز الوحيد للنادي. والزمالك عنده مشاكل كبير جدا اداريه بقى نبقى نتكلم عنها، لان احنا اوعى الناس تفتكر ان احنا بنتكلم على زيزو بنهاجمه، ان احنا ناسيين ان الاداره هي يعني خطيئه كبيره جدا في الاداره عدم التجديد، وان انت سايبه لاخر عقد والكلام ده، والمصايب اللي الاداره بتعملها من ساعه ما مسكوا. طبعا اوعى الناس تفتكر ان انا بدافع عن الاداره او ان احنا بندافع عن الاداره خالص نهائي، ولكن احنا حبينا نوضح موقف من خلال الموضوع اللي مسيطر على الكره في مصر او على الرياضه في مصر الفتره الاخيره، موضوع اللاعب رقم 25 الخائن. خلاص اصبح اسمه كده اللاعب رقم 25. وفي نهايه الحلقه تنسوش لايك شير سبسكرايب. اللاعب رقم 25 مشي، فاتمنى بقى ان انتوا تعوضونا بلايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في حلقه ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. It all fell down, it all fell down, yeah. It all fell down, it all fell down, it all fell down. Don't let keep you is gone. Tumble like it was done. يعني انا لعبت في اوروبا 5 6 سنين او 7 سنين، عمري ما حسيت ان انا لعيب كوره جامد او لعيب كوره بعمل لعيب كوره غير لما جيت الزمالك.